اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه. فيديو النهارده سريع جدا جدا ولكن الفيديو مهم. وبصوا يا جماعه، بكل صراحه انا مبسوط جدا جدا بفيديو النهارده. خلاص بدانا نشوف اعمده المسار العلوي لمترو ابو قير زي ما حضراتكم شايفين. تم صب اول عمود بجوار محطه المنظره. الموقع ده فين؟ الموقع ده موجود قبل كوبري المنظره. كوبري المنظره قدامنا هناك اهو. خلاص بفضل الله تم صب اول عمود بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، ودايما كنا سباقين معاكم. تابعنا المشروع من ايام ما كان فكره، والنهارده جاي اقول لك خلاص تم صب العمود الاول، وكمان الاستعداد طبعا بيتم حاليا تسليح العمود الثاني. يعني ان شاء الله في خلال الشهر الحالي هنبدا نشوف ادي كمان اهو العمود بعد ما تم صبه. معنى كلامك ايه يا ياسر؟ معنى كلامي ان شاء الله في خلال الشهر الحالي من هنا لنهايه الشهر هنبدا نشوف مجموعه من الاعمده بجوار محطه المنظره. ده لو يعني ما تمش كمان تسليح المحطة كلها بالكامل، أعمدة المحطة، لأن زي ما حضراتكم عارفين منطقة المنظرة أو محطة المنظرة من ضمن الأجزاء العلوية. كمان خليني أقول لحضراتكم إن شاء الله مع بداية شهر 9 القادم هيتم خروج. خلاص هنبدأ نشوف خروج للنور، الكاميرات اللي بيتم تصنيعها عشان يتم تركيبها في المسار العلوي، واللي طبعا أعلنت لحضراتكم عنه في الفيديو اللي فات اللي كان مهم جدا. مع بداية 9 هيتم استخراج الكاميرات من مصنع مرغم، المصنع اللي بيقوم بتصنيع الكاميرات الخاصة بالمترو. طيب الكاميرات هتبدأ تركيبها من امتى؟ هقول لحضرتك بعد شهر بالظبط من عملية التصنيع. معنى كلامك ايه يا ياسر؟ معنى كلامي ان شاء الله مع نهاية شهر 9 او بداية 10 هنبدأ نشوف مسار المترو.